النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الموز والقرفة، كيك كده ناعم ورطب، حاجة بجد كده فوق الخيال، وهمية بجد طعمها. قبل ما نبدأ الفيديو أنا ريهام، لايك وشير للفيديو واشتراك ويلا بينا نبدأ. معايا 115 جرام من الزبدة السايحة، عليها 150 جرام من السكر البني، وهنقلب كله مع بعضه بالمضرب. هي في الحقيقة مش اسمها كيكة، هي اسمها بلوندز. البلوندز دي قريبة البراونيز، عشان يعني هي مش متعرف عليها قوي، فأنا غيرت اسمها لكيكة عشان في ناس كتير مش عارفة يعني ايه بلوندز. هنا هحط برضو بيضة بحرارة الغرفة وعليها الفانيليا بتاعتها، وهنضرب كويس بالمضرب. النهاردة مش هنستخدم مضرب كهربائي خالص، هنستخدم المضرب اليدوي لحد ما الخليط يتجانس كده. هننزل الدقيق بتاعنا 130 جرام، هننزل بيه على مرتين. تمام. البلوندز دي بقى يا جماعة هي قريبة البراونيز، بس مش بتحب الشوكولاتة، ده من وجهة نظري أنا واللي شفته. أما بحثت عنها لقيتها إن هي يعني متعددة الأشكال كتير قوي، يعني حاجات حلوة قوي قوي يعني بتطلع منها صراحة. فأنا غيرت اسم الفيديو بقى الكيكة، عشان أنا لما نزلته صراحة ما جابش أي مشاهدات خالص بسبب الاسم على ما أظن. يعني دي موزة كبيرة مهروسة هننزلها وهنقلب كويس الخليط بتاعنا. تمام. وبعدين هنجيب بقى القالب بتاعنا اللي هنسوي فيه. الوصفة دي الصراحة أنا جبتها من صفحة أجنبية عشان أبقى على مصداقية معاكم، وأول ما شفتها عجبتني جدا فقلت لازم نجربها سوا، وفعلا طلعت طعمها خرافي بجد. القالب بتاعك ممكن تدهنيه بزبدة ورشة دقيق، أو تحطي ورق زبدة كده زي ما أنا حطيت. هي استخدمت القالب المربع زي ما بيستخدموا للبراونيز يعني، بس احنا يعني بلاش نعقدها، نقدر نستخدم قالب زي اللي انا مستخدماه ده، او صينية مدورة عادي خالص. تمام، بس مقاس صغير، يعني نقول مثلا مقاس 22. هنا بقى الخليط بتاع السينابون اللي هنحضره مع بعض. انا معايا 40 جرام من الزبدة السايحة، عليها 40 جرام من السكر البني، ومعلقة من القرفة، وهنقلبهم كده كويس مع بعض. وبعدين هننزلها على وش البلوندز بتاعتنا او الكيكة بتاعتنا اللي انتوا عايزينه، يعني خلينا نقول عليها ان هي كيكة. هننزلها كده بشكل عشوائي، وبعدين هندخلها بقى في الكيك بتاعنا او البلوندز بتاعتنا بالستيكس كده، او بالسكينة او بظهر المعلقة زي ما انتوا عايزين. تمام. وبجد بتنزل في القلب مش في المعدة، عشان تبقوا عارفين. يعني انا بحب البراونيز جدا، بس لما جربت البلوندز عجبتني اكتر، حبيتها اكتر. بس طبعا الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180، خدت بالظبط 15 دقيقة هتطلع بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. في معلومة، انا قللت السكر ل150، هي مستخدمة 200 جرام، انا حسيت انه هيبقى كتير قوي او زيادة قوي، يعني هتبقى مسكرة قوي على المقدار ده، فخليته 150 فطلعت مظبوطة. الصوص بتاع السينابون انا صورته بس ما طلعش في التصوير للأسف، هكتب لكم المقادير بتاعته في صندوق الوصف او في الكابشن. 100 جرام من الجبنة الكيري، طبعا نستخدم حاجة مش مقاطعة، مكعب زبدة كبير بحرارة الغرفة، 50 جرام سكر بودرة، واللبن هننزل بالتدريج كده لحد ما ناخد القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. طبعا المفروض ان انا اسيبها تبرد خالص، بس صراحة انا ما كنتش قادرة استنى عليها، كنت عايزة ادوقها صراحة. فانا هطلع كده قطعة وهي سايحة شوية، يعني الصوص حتى ساح شوية عشان هي كانت لسه دافية، بس انتوا سيبوها تبرد خالص. متأكدة اني فتحتوا نفسكم وهتقوموا تعملوها. هي سهلة وبسيطة وبجد بجد ناعمة ورطبة وبتنزل في القلب، يعني خدوها مني كده ثقة وامشوا ورايا، بتنزل في القلب على طول. عايز حاجة حلوة كده و... وسهلة، ويحس فعلا ان هو مستمتع وبيحب القرفة مع الموز، نكهة بجد مميزة. واديني اهو، يعني دي فقرة التعذيب، بدوق بجد بجد خطيرة خطيرة خطيرة، طعمها فوق الخيال.
اللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام ودي قناتي. هستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم، ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتتابعوني على الانستا والتيك توك والفيسبوك. واسيبكوا بقى مع البلوندز الخطيرة دي. يلا سلام.